مش كل اللي ورا السور الأبيض مرضى. في ناس دخلت هنا وهي بتصرخ إن اللي جواها مش هي، أصوات بتتكلم من غير بق، وعيون بتبص من غير روح، وأطباء محتارين هل ده مرض ولا في حد تاني ساكن جسدهم. اللي هحكيه دلوقتي مش تقارير طبية، ده اعترافات ناس قالوا كلمة واحدة قبل ما يسكتوا: أنا مش لوحدي. السلام عليكم يا شباب، رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا لقيت في ناس مقبلة جدا على حلقة امبارح اللي هي حلقة مجمعة للقصص. النهاردة برضك هتبقى حلقة مجمعة بس مختلفة شوية، هتبقى تجارب الأشخاص كانوا في مستشفى الأمراض العقلية، وهنشوف بقى هل طلعوا منها ولا كانت نهايتهم ايه. بس قبل ما نخش على التجربة الأولى، أهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان بس القناة تكبر وغيركم يشوفوا الفيديو. بس يلا بقى نبدأ الحلقة. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد، عندي 28 سنة، شغال في شركة. مش هقدر أقول أكتر من كده، انتوا هتفهموا قصتي من اللي أنا هقوله دلوقتي. من فترة كنت قاعد بقلب على النت كالعادة، يعني زي كل يوم بالليل. فجأة تليفوني رن بمكالمة فيديو من واحد صاحبي وزميلي في الشغل اسمه أسامة. فتحت الكاميرا، والحقيقة إن أنا اتفاجئت جدا بشكله. كان مرعوب وخايف والدنيا حواليه كانت ضلمة، وفوق كل ده وشه كان باين عليه الإرهاق وقلة النوم بشكل واضح جدا. فبقوله: في إيه يا أسامة؟ مالك يا ابني؟ أنت عامل إيه دلوقتي؟ لقيته بيبصلي كده وبيرد عليا بصوت واطي وبيتهته: أنا أنا من ساعة ما قعدت من الشغل بسبب تعب النفسي وأنا بقيت بشوف وبسمع حاجات غريبة. أنا عارف إن أنا عايش في الشقة لوحدي، وأنت عارف صح؟ فرديت عليه قلتله: أيوة عارف إن أنت قاعد لوحدك في الشقة، بس أنت بتسمع إيه ولا بتشوف إيه؟ وقال لي بكل هدوء: شش، اسمع كده. ركزت كده مع الصوت اللي جاي من بره، كان صوت حد بينازع. عارف لما يكون حد كده بيموت أو بيتألم من ألم شديد؟ هو ده الصوت. الصوت ده أنا سامعه من بره الأوضة، مش من الأوضة اللي هو قاعد فيها. فتعزلت كده وقلتله: بقول لك إيه يا أسامة؟ قال لي: إيه؟ قلتله: اخرج دلوقتي حالا من الأوضة وشوف في إيه، وأنا معاك ومش هسيبك، ولو في حرامي أو أي حاجة في الشقة أنا هجيلك دلوقتي. فلقيته أمن على السرير ووقف قصاد الباب. الأوضة كان مقفول عليه. فلقيته بيقولي: لا لا لا، مش حرامي، دول هما، أنا بشوفهم كل يوم وبيمشوا جوا الشقة، بص حتى. فلقيته فتح الباب الأوضة بالراحة ومشي فيها بكل هدوء وسط الضلمة لحد ما لقيته واقف قدام الحمام، وسمعت صوت حد بيعمل أنين، ألم كأنه بيتوجع، وكان الصوت عالي ويوطى، يعلى يوطى. ومع وقفته قصاد الحمام برق لحاجة جوه وقال لي بصوت مهزوز: شوف واحد منهم اهو. وقلب الكاميرا. ساعتها انا جسمي كله اتكهرب باللي انا شفته. لقيت شخص طويل لونه ازرق ورقبته فيها قطع كأن حد ذبحه، وعينيه طالعه لبره، شكله مش شكل مرعب مش طبيعي. وفجأة لقيت أسامة صرخ والموبايل وقع على الأرض والشاشة بقت ضلمة. فقمت لبست هدوم ونزلت جري على شقته. فقعدت أخبط، محدش بيفتح. فخبطت تاني، برضك مفيش، لا حياة لما تنادي. فاضطريت ان انا اخبط على الجيران عشان اقول لهم اللي حصل ويساعدونا ان احنا نكسر الباب. وفعلا كسرنا الباب ودخلنا على الشقة. كانت الشقة ضلمة كحل. وهنا بقت كانت المصيبة، ان أسامة ما كانش ليه اي اثر في البيت، وحتى تليفونه ما كانش موجود مكان ما وقع في المكالمة الفيديو.
الموضوع ده فات عليه 3 أيام وأنا تقريبا ما بنامش من اللي حصل ده واللي أنا شفته. وأسامة فعلا ما كانش بيهزر ولا كان بيلعب بيا، وبعدين ما أنا متأكد إن هو بجد، ما أنا اللي عامل فيه كده. أيوة، أنا اللي رحت لواحدة ست بتعمل أعمال وقلت لها تعمل عمل تجننه وتخليه ما ياخدش الترقية الجاية، والظاهر إن الست دي نجحت وخدت التمن مقابل اللي هي عملته. بس أنا ما بنامش ليه؟ أنا بقالي 3 أيام عيني ما غفلتش لدرجة إن أنا خلاص أنا هتجنن من قلة النوم. واللي حصل مع أسامة قبل المكالمة بيحصل معايا أنا دلوقتي، واللي حصل له ما بيفارقش عيني. دي حتى الست أنا رحت لها قبل كده وعملت لي العمل، ولما جيت أروح لها تاني ما لقيتهاش في بيتها. أنا بقيت زمايلي بيقولوا لي في الشغل أنت اتجننت كده، الترقية هتضيع مني، وده اللي أنا مش هسمح بيه أبدا. وأنا هنزل أدور على الست دي في كل مكان، حتى لو أروح أسأل في المستشفيات أو الأقسام. وفعلا نزلت من بيتي وخرجت في الشارع وأنا تايه لحد ما لقيت مكان ضلمة كده مقطوع في آخر الشارع عندنا بالظبط، ولقيت أسامة بيبصلي وبيضحك وبيقرب مني بكل هدوء. أنا فكرت إن أنا بيتهيألي، بس مرة واحدة حسيت بخبطة ونفخة على وشي، حد بينفخ كده في وشي واغمى عليا، غبت عن الدنيا. فتحت عيني لقيت نفسي في اسم الشرطة، وهناك عرفت إن أسامة عرف كل حاجة، والست راحت له وطلبت منه فلوس أكتر من اللي أنا كنت هديهولها، وقال لها ما تعمليش العمل واعملي العمل لأحمد، وادالها فلوس أكتر واتفقوا مع بعض عليا، ونجح في اللي هو عاوزه. وأنا ما حسبتش إن الست ديت هتخني. وهنا أسامة رسم دور الجاني وكلمني مكالمة فيديو ليلتها ورتب كل حاجة عشان يجنني أنا، وهو نجح في ده فعلا. وأنا ما اتحبستش، الست هي اللي اتحبست بتهمة النصب والدجل. أما أنا بقى اترميت في مستشفى الأمراض العقلية وبقيت وسط المجانين، لأني ما بقيتش بعرف أنام، وبقى بيجيلي حالة صرع. والظاهر كده الست ديت أذتني جامد، أو يمكن أذتني أكتر بسبب إن أنا حبستها وأنا اللي طلعت. بس أنا مالي؟ ما هو أسامة اللي بلغ عنها وسلمها للحكومة وهي اعترفت بكل حاجة. بس سيبك من كل ده، أنا من كتر جلسات الكهرباء ما بقتش فاكر حاجة عن حياتي غير زيارة أسامة الأخيرة ليا، الزيارة اللي قال لي فيها بالنص كل اللي حصل في مكالمة الفيديو كنت مرتبه، واللي حصل قبلها كمان كنت أنا اللي عامله. اللي انت شفته في الحمام ده هولوجرام ببروجيكتور، والأصوات اللي كنت مشغلها كنت مشغلها على سماعة كبيرة، وكمان علشان الدنيا كانت ضلمة انت ما شفتش حاجة. بس كان ليه كل ده يا أحمد؟ ده أنا من بعد موت أبويا وأمي كنت بعتبرك كل أهلي يا أخي، ده أنا كنت بقول إني ماليش حد غيرك، وانت اللي ليا برا الشركة وجوه الشركة. تقوم تعمل في صاحبك كده اللي كان معاك عيش وملح؟ وعلشان ايه؟ ترقية ولا قرشين زيادة؟ يا أخي ملعون أبو الطمع اللي يخليك تتعمى بالشكل ده، ودي آخرتها. أنا اترقيت وانت اترميت هنا، وأوعدك إنك هتفضل مرمي هنا لحد ما تقابل وجه رب الكريم. أصل الدكاترة بيقولوا إن انت خلاص اتجننت وعلاجك هياخد سنين. فبصيت له كده ولقيته قام وقف وبيقول لي
سلام يا يا صاحبي. ودي قصة مريض 101 اللي دخلت عليه ولقيته شانق نفسه، ولحد دلوقتي محدش عارف هو شنق نفسه ليه ولا مين اللي شنقه. احنا لقينا المفكرة اللي فيها القصة اللي احنا قلناها لكم تحت السرير. مات بسبب حقده وكرهه وغيرته من صاحبه. دي كانت حكايته. التجربة التانية بتتكلم عن شاب اسمه كريم، اتحجز سنين طويلة جدا في المستشفى، بس كان هادي ومؤدب وما كانش فيه أي أعراض عليه. ويوم خروجه الممرضين قالوا له أخيرا هتطلع، فضحك لهم كده وقال لهم لأ أنا بس غيرت الدور. فهم مفهموش كلمته، قالوا يمكن بسبب إن هو قعد بقاله فترة طويلة في المستشفى دماغه اتأثرت بسبب قعاده مع المرضى، وما شغلوش بالهم. وفي نفس اليوم الدكتور المسؤول على حالته دخل جناح العزل بتاعه، ولحد دلوقتي مخرجش، ومحدش عارف راح فين واختفى، وسبب اختفائه ايه. التجربة التالتة، الممرضين كانوا دايما بيتجنبوا أوضة رقم 7 في المستشفى، مش عشان المريض لأ، عشان الأوضة نفسها. كان كل يوم الساعة 3 الفجر كان جرس الطوارئ بيرن من جوه الأوضة، ولما يخشوا ما يلاقوش المريض على السرير، ويفضلوا يدوروا عليه ما يلاقوش، كأنه اختفى، حد بلعه، الأرض بلعته. وآخر مريض دخل في الأوضة ديت كتب على الحيطة أنا مش مجنون، أنا شايف اللي انتوا مش شايفينه. وبرضك المريض اختفى، ومن ساعتها قفلوا الأوضة ديت، بس الجرس لسه بيرن من جوه الأوضة الساعة 3 الفجر. التجربة الرابعة بتتكلم عن أوضة 307 في المستشفى. الأوضة ديت كانت فاضية في السجلات، محدش بيخشها، بس كل ليلة التمريض كان بيسمع بالليل حد بيكح من جوه الأوضة دي. وفي مرة الدكتور قرر إن هو يفتح الأوضة ويشوف مين اللي جوه اللي بيكح ده بالليل. لقى السرير مترتب وعلى الحيطة مكتوب بالإيد اللي بيخرجوا بيفضلوا هنا. ومن يوميها الأوضة اتقفلت والكحة لسه شغالة لحد دلوقتي. التجربة الخامسة عن مريض غريب جدا، كان كل يوم بيسأل على ملفه، فالدكاترة كانوا يقولوله ملفك كامل انت عاوزه ليه، ما يردش عليهم وياخد بعضه ويمشي. وفي مرة الممرضة فتحت الدرج اللي بيكون فيه ملفات المرضى بالغلط، ولقت ملف في الأول خالص مكتوب عليه اسم المريض ده، بس مكتوب عليه تاريخ دخوله كان من سنة 1989، مع إن المريض ده لسه شاب عنده حاجة و20 سنة. فلما راحت المريض ده وسألته إزاي دخولك 1989 وإنت عندك 27 سنة، قام رد عليها بكل هدوء وضحك وقال لها دي مش أول مرة أتحجز هنا. التجربة الستة مختلفة شوية. التجربة ديت عن عنبر اسمه العنبر الأسود. العنبر ده ما كانش اسمه كده، المرضى اللي فيه هم اللي سموه كده. كل اللي دخلوا هناك كانوا حالات سحر، دخلوا بسبب ان هما كانوا بيعملوا سحر واتقلب عليهم فاتجننوا. اول حاجة كده، اول ما تدخل العنبر ده تحس بريحة بخور محروقة، الحيطان مليانة خرابيش، مش كلمات لأ طلاسم. وكان في مريضة اسمها سلمى دخلت في الأوضة دي، ومرة واحدة لقيناها بتصرخ وبتقول مش أنا اللي فتحت الكتاب. فالدكاترة دخلوا عليها
مالك في ايه؟ ما بتردش، قاعدة تصرخ. فالدكاترة كتبوا هلوسة دينية. بس المشكلة كل مرة كانت بتصرخ النور كان بيضعف والساعة كانت بتقف. وفي ليلة الممرضة لقت سلمى قاعدة على الأرض وبتلف على صابعها خيط أحمر. فالممرضة سألتها بتعملي ايه؟ ردت عليها وبتقول لها برجع اللي اتفك. فبدأت المرضى في العنبر يحلموا بنفس الحلم، كأنهم في أوضة ضلمة ودايرة معمولة من الدم وكتاب مفتوح ومحدش عارف يقفله. الحلم ده كان كلهم بيحلموا بيه. وواحدة من المرضى اعترفت وقالت انهم كلهم بيشاركوا في عمل واحد، وكانوا مفكرين ان السحر اللي هيعملوه ده هيطلعوهم من المستشفى او يجيب لهم فلوس او يعملوا انتقام من حد، اي حد كده ينتقم من حد دخله المستشفى. بس ما كانوش مستوعبين ان هما اللي يحضروه مش هيعرفوا يصرفوه. وفي ليلة كان الجو كان قالب شوية، وكل المرضى وقفوا في نفس اللحظة وما كانوش بيتكلموا، وبدأوا يقولوا كلمات مش طبيعية محدش يفهمها، كانت طلاسم مش موجودة حتى في الكتاب اللي معاهم في الأوضة. فالدكتور دخل عليهم، كان بيحاول انهم يوقفهم على اللي هما بيعملوه، وقع في الأرض مرة واحدة وأغمى عليه. تاني يوم بقى الصبح الممرضين دخلوا في العنبر عشان يصحوا المرضى، لقوا العنبر كله فاضي مفهوش ولا مريض ولا حتى أثر للهروب، وكل سرير عليه حجاب أسمر مربوط بخيط أحمر، وحتى الدكتور مش لاقيينه. فقفلوا العنبر ولحد دلوقتي يسمعوا صوت صريخ من العنبر ده. وفي الآخر مش كل اللي في المستشفى الأمراض النفسية مجانين، في ناس اتكسرت من الدنيا أكتر من كسرت من عقلها. والحقيقة اللي لازم تتقال، المريض النفسي مش خطر، الخطر الحقيقي ان احنا نسيبه لوحده او نسيبه لعقله. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وقولوا رأيكم في التعليقات. شكرا.